الدولمة العراقية اللي ما تخلى سفرة رمضان بدونها، حضرتها لكم اليوم من مطبخي الجديد. ريحتها تملي البيت والمنظر شوفت عنكم، ومتأكد إذا سويتوها حتى أبوكم راح يشتهيها ويقوم يحب الدولمة. مبدئيا لحم الدولمة والشحم لازم ينثرم باليد، ونثرم الخضار ناعم بهذا الشكل، طماطة والبصل والكرفس واللحم، بالإضافة لهاي الكمية ضفت كوبين تمن، بهارات الدولمة وفلفل أسود بس، خاشوقة كبيرة معجون أو أكثر، وبقدها دبس رمان، نملح ونضيف شوية زيت حتى ينطينا لمعة للدولمة وطراوة للحشوة، خلطة سريعة متجانسة ونشيلها على صفحة ونبلش نحفر الخضار. فلفل ألوان راح يميزها أكثر، وتقدرون تستخدمون نوع واحد بس، كل الخضار حسب اللي تحبوه، بس السلق شيء أساسي. السلق الجديد والفرش ما يحتاج نسلقه بماء حار، ونبدي نحشي بالخضار بهاي الطريقة، وأهم شي لا تترسوها للنهاية، خلوا بيها مجال لأن التمن راح ينفش. نكمل الخضار وآخر شي نلف السلق بهاي الطريقة، وأتمنى ما تخلون ورق عنب وياه لأن راح يتأخر يلا يستوي. بجدرنا نضيف شوية زيت وننزل عضود السلق وضلوع الغنم أو تقدرون تستغنون عنها، وأهم خطوة ترتبون الخضار بالبداية، وآخر شي نقفلها بالسلق. نزلتها على النار ونزلت عليها ثقالة على مود لا تنفتح بالطبخ وتصير عندي قالب. 10 دقائق على نار عالية وننزل الصوص، مي ودبس رمان وملح وليمون ونتركها تستوي. تاخذ وقت ساعة ونص، وعوافي ورمضانكم كريم.